حسن استقبال الضيف من العادات والتقاليد المتأصلة في ثقافتنا المغربية، إلى أن أصبحنا يضرب فينا المثل في استقبال وإكرام الضيف. الفيديو ديال اليوم غيكون على هذا الموضوع، ماشي باش نوريكم كيفاش تستقبلوا الضيوف ديالكم حاشا، ولكن باش نهضروا في بعض الامور وبعض النقاط اللي ممكن اننا نغفلوا عليها وتبين المظهر ديالنا غير لائق قدام الناس اللي كيجيو عندنا، او بالعكس الا درتيها ممكن تزيد من الرقي ديالك. ارحمي يا راحت وكيف كيقول المثل المغربي الضيف ما يتشرد ومضطر ما يتكلف. كيف نبقى حيار وانتي مسليه اللي جا عندك يقبل اي كلمه بالقسم الله وعمرك ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاك طال سقامي. كيف نبقى السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه على منال. الغزال فاطمه. كيف ما قلنا غادي نهضروا اليوم على تاويل استقبال الضيوف. بالنسبه للناس اللي ماشي مغاربه، كلمه تاويل هي الكلمه اللي معرف عليها حاليا كلمه اتيكيت. حنا هذه كلمه عندنا مغربيه من زمان اللي توارثناها من جيل لجيل، وكي قلت لكم هي اللي كتعني اتيكيت او فن العيش. غادي نهضروا على جميع المراحل ديال الضيوف، من الاول اللي كنا نوجدوا الاستعدادات ديالنا لاستقبال الضيوف وكيفاش كنعرضوا عليهم، للنهار اللي كيوصلوا فيه وكيفاش كنستقبلوهم في الدخله ديال الدار، ملي كيجلسوا معنا وكنديروا الجلسه ديال الاتاي ولا الجلسه ديال القهوه، ملي كيبغيو ياكلوا معنا، وحتى ملي كيبغيو يخرجوا من الدار. عندنا بعض النقاط وبعض التاويلات اللي خصنا ضروري اننا نديروهم باش نودعوا الضيوف ديالنا. كنبداو الاستعدادات من النهار الاول اللي كنويو اننا نعرضوا فيه على الضياف ديالنا، وكاينين بعض الامور اللي ضروري اننا ننتبهوا ليها ملي كنبغيو نقدموا الدعوه ولا كنبغيو نعيطوا على الضياف باش نعرضوا عليهم. اول حاجه اننا كنعرضوا على الناس بمده شويه طويله قبل من النهار ديال العراضه، يعني على الاقل 10 ايام ولا سيمانه، خصوصا الا كانت عندنا حفله ولا كان عيد ميلاد ولا كانت شي مناسبه وغيكونوا فيهم الناس كثار. ضروري اننا نعلموهم قبل كما قلنا 10 ايام ولا سيمانه، باش يلاه الناس حتى هما يوجدوا راسهم ويقدروا البروغرام ديالهم ويكونوا حتى هما جاهزين. وحاجه اللي ممنوع انكم تديروها انكم تعرضوا على الناس بنهار. عمركم ما اتصلوا بشي واحد في التليفون تقولوا له اجي تغدى معنا اليوم ولا اجي تعشى معنا اليوم ولا غدا الصباح اجي دوز عندنا. لا، ضروري اننا نعطيو الضيوف ديالنا شويه ديال الوقت باش يوجدوا راسهم كما قلنا، وعمرنا ما كنعرضوا عليهم بنفس النهار. طبعا هنا كنهضروا على الضيوف، ماشي على اختك وصاحبتك وماماك اللي غتقولي لا اجي تغداي معايا ولا اجي تعشاي معايا. حنا كنهضروا على الناس اللي كيدخلوا في نطاق الضيوف، اللي كيكونوا جايين عندنا واحد الناس اللي بغينا نكبروا بهم، اللي بغينا اننا نوجدوا لهم كلشي على حقه وطريقه، واللي حتى هما ملي غادي يبغيو يجي عندنا غادي يبغيو انه يكون عندهم الوقت الكافي باش يوجدوا راسهم. ثاني نقطه اللي هي مهمه انه ضروري اننا نعرضوا على جميع الناس اللي غادي يكونوا في هذه العراضه بنفس الطريقه. يعني الا كنتي غتهز التليفون وتعيطي للناس كلهم غادي تعرضي عليهم بالتليفون، ماشي واحده تعيطي ليه بالتليفون، واحده غتصيفط ليه غير ميساج، واحده تدقي عليه في دارو. لا، ضروري انك تعرضي عليهم كلهم بنفس الطريقه، وماشي غير بنفس الطريقه، ضروري ان العراضه حتى هي تكون بنفس النهار. ماشي كي قلنا واحده غتعرضي عليه بسيمانه قبل والاخرى تعرضي عليه غير بنهار قبل ولا بيومين قبل. نقطه اخرى هي اننا فاش كنعرضوا على الناس كنعرضوا وكنشرحوا لهم التفاصيل ديال العراضه، ما كنقولوا لهمش اجي وصافي، كنقولوا لهم واش عندنا عشيه بغينا نديروا واحد العشيه ويكونوا الناس مجموعين، واش عندنا شي حفله، واش عندنا مناسبه، واش عندنا عيد ميلاد، واش غادي يجيو يتعشاو معنا، واش غادي ياكلوا ولا غادي غير يشربوا العشيه الجلسه ديال القهوه. ضروري اننا نحددوا النوع ديال العراضه اللي غادي تكون، ومهم ايضا انكم تحددوا الوقت. ما تقولوليش اجي العشيه ولا اجي الصباح ولا اجي بالليل، لا، غادي تعطيو الوقت بالضبط اللي خصو يجي فيه. نقطة أخرى اللي مهمة وهي اختيار الضيوف. يعني إلا كنتي انت وراجلك وبغيتو تعرضوا على دي كوبل، يعني مرا وراجلها ومرا وراجلها ومرا وراجلها، انتبهي انك ما غاديش تعرضي على شي صاحبتك اللي غادي تجي بوحدها، ولا شي صاحبو ولا شي سيد آخر اللي غادي يجي بوحدو. غادي يكون شوية ديال الإحراج ملي يكونوا الناس كلهم جالسين كل واحد مع مرته وواحد الشخص غير بوحدو. في هذه الحالة إلا كنت غتعرضي على صاحبتك، حاولي تعرضي على شي بنت وحدة أخرى حتى هي اللي غتكون سينجل، ما غتكونش مزوجة، ولا إلا كان شي راجل آخر تعرضوا على شي راجل حتى هو مزوج اللي يقدروا أنهم يجلسوا مع بعضهم.
انتبهي ايضا انك ما تعرضيش على شي بنت مع واحده اخرى اللي ما كتهضرش معاها، ولا مع شي راجل اللي عنده مشكل مع راجل اخر. من الافضل ان الناس كلهم اللي غادي يكونوا يا اما ما كيعرفوش بعضهم ويلا غادي يتعرفوا، او الا كيعرفوا بعضهم ما يكونش بيناتهم واحد الحساسيه باش يبقى دائما الجو زوين في الجلسه ديالكم. ومن بعد ما كتكوني عرضتي على الضيافه ديالك كاملين، حددتي لهم النهار، حددتي لهم الوقت، هنا كيبقى عندك المتسع ديال الوقت باش حتى نتيا توجدي راسك لهذا الضيافه، توجدي دارك، توجدي ثيابك، توجدي حالتك، توجدي كلشي اللي غادي تحتاجيه لهذا النهار. النهار اللي غيوصلوا فيه الضياف ديالنا كنكونوا عارفين الوقت بالضبط اللي غادي يجيو فيه، لاننا كنكونوا حددناه ليهم من قبل. كتكون الدار ديالك واجده، المكان اللي غادي يجلسوا فيه المكان ديال الاستقبال نظيف ومقاد، وجميع الامور اللي غادي تحتاجيها محطوطه فوق الطبله ولا محطوطه في المكان ديال الاستقبال. الرائحه ديال الدار ديالك مهم انها تكون رائحه زوينه، ممكن ديري ريحه العود، ديري لي ويل اسونسيال، تكون فيها ريحه النقاوه وريحه الاستقبال. المظهر الخارجي ديالك حتى هو مهم بزاف انك تهتمي به، بحال كي كتهتمي بدارك وكتهتمي بثيابك وشنو نوجد ليهم وشنو نطيب ليهم. مهم ايضا انك توجدي راسك وشنو غادي تلبسي وتقدي حالتك، وتوجدي وليداتك حتى هما، وتوجدي الحوايج ديال راجلك. المهم انه الناس كلهم اللي غيكونوا في الدار استقبال الضيوف يكونوا بواحد المظهر لائق. زائد على الريحه ديال الدار والتاويل ديال الطبله وديال الماكله ديالك، مهم ايضا الا طلقتي واحد الموسيقى اللي كتكون خفيفه حسب المناسبه اللي غادي تكون عندك. واش عيد ميلاد ديال وليد صغير يكون شويه ديال الموسيقى، ولكن في وقت الاستقبال ضروري ان الصوت ديالها يكون خافت بزاف. الا كانت عندك حفله غادي تلقي الموسيقى اللي كتناسب، او الا كانت فقط جمعه ديال الناس ديال العشيه، مهم انك تلقي واحد الموسيقى اللي كتكون هادئه، ولكن مهم ايضا ان الصوت ديالها ما يكونش عالي. وصلوا الضياف ديالنا ودقوا في الباب. اول حاجه ما غاديش نخليوهم يتسناو بزاف في الباب، كيف ما قلنا كنكونوا عارفين الوقت اللي غادي يجيو فيه، يعني كنكونوا منتبهين على الوقت ديالنا، وغير كيدقوا في الباب كنمشيو باش نحلوا ليهم. ما كتمشيش السيده اللي كتعاوننا في الدار هي اللي تحل الباب، ما كيمشيوش الوليدات الصغار هما اللي يحلوا الباب. ضروري ومهم جدا ان الناس اللي عارضين، يا اما السيده يا اما الراجل ديال الدار، الناس اللي عارضين هما اللي غادي يحلوا الباب. يعني الا كانوا صحاباتك جايين انت اللي غتحلي الباب، الا جايين دي كوبل مرا وراجلها يا اما انت يا اما راجلك، الا راجلك هو اللي عارض هو اللي خصو يحل الباب. المهم انه اصحاب ديال الدار هما اللي كيحلوا الباب. طبعا ملي كنحلوا الباب كنحلوه بواحد الابتسامه بواحد الفرح بالوصول ديال الضياف ديالنا، ومن هذه النقطه كيبدا الاستقبال ديال الضيوف ديالك. كتدخلي الضياف ديالك للدار، وعاده انهم كيكونوا جايبين شي حاجه في يديهم وغير كيدخلوا معاك للدار كيقدموها لك قبل ما كيجلسوا. في هذه الحاله كتشدي الكادو ديالك، كتشكريهم بزاف لانهم تفكروك وجابوا لك شي حاجه في يديهم. هو في العاده يعني في الاتيكيت العالميه انه خصك تحلي الكادو قدام الناس ديال اللي جابوها لك، ولكن بعض المرات تيكون شويه ديال الاحراج ملي كيكونوا الناس كثار، ملي كيكونوا حتى في تقاليدنا حنا المغربيه ما كنحلوش الكادو قدام الناس الاخرين ولا حتى قدام هذاك الشخص اللي جابها لينا. في هذه الحاله ملي كتسالي كنشكروا اول حاجه ملي كناخذوها، ولكن ملي كتسالي يا اما الحفله ديالنا يا اما العشيه ديالنا وكيمشي كلشي وكنحلوا الكادو ديالنا بوحدنا، ضروري ومهم جدا اننا نعاودوا نصيفطوا ليه واحد الميساج ونشكروا على التفاصيل ديال هذيك الهديه. الا كان جابها لوليداتك تقول ليه راه فرح بها، الا كان جابها لك انت يا مولات الدار تقول لها ان راه عجباتك وبحال راه كانت ناقصاك ولا المهم انك تبيني لي على الفرح ديالك بهذيك الهديه وتشكريه المره الثانيه. من بعد انت اللي كتدخلي الضياف ديالك فين غادي يجلسوا، واش غيجلسوا معاك في السيجور ولا في الصالون الكبير ولا المكان اللي انت موجوده فيه العراضه ديالك. ودائما كما قلت لك ما تنسيش انك انت اللي خصك ترافقيهم من الباب حتى المكان اللي غادي يجلسوا فيه. وحده من الامور التقليديه المغربيه ديالنا اللي كنعشقها انا بزاف واللي هي الاستقبال بمظهر. المظهر هذا تقليد قديم مغربي اللي كنا كنستعملوه ملي كيجي عندنا شي واحد وكنبغيو نكبروا به، انه كنوجدوا المرشه ديال المظهر وكنقطروا ليه في يديه واحد شويه كنوع من الفرح بالوصول ديال هذا الضيف. هذه شي حاجه اللي نقدروا اننا نستعملوها حاليا، واخا انها يعني بعض الناس كيعتبروها حويجات اللي قدام ومبقاوش كيستعملوهم، ولكن بالعكس هذه شي حاجه اللي كتدل على الثقافه ديالنا واللي ممكن اننا نورثوها من وليداتنا وتمشي من جيل لجيل.
ملي تيدخلوا الضياف ديالنا للصالون ممكن انه يكونوا ضياف وحدين اخرين اللي جالسين قبل منهم، ففي هذه الحاله ضروري انك تعرفي الضياف على بعضهم. الا كانوا كيعرفوا بعضهم راه غادي يسلموا على بعضياتهم وغادي يهضروا، ولكن الا ما كانوش كيعرفوهم هذا الدور ديالك نتيا انك تقدمي كل شخص للشخص الاخر. والاتيكيت طبعا تيقول انك دائما غادي تقدمي المراه للراجل هي الاولى، ولا الا كانت واحد السيده كبيره جالسه هي اللي غادي تبدا بالتقديم ديالها، هي اللي غادي تسبقي سميتها الاولى على الناس الاخرين اللي جاو. وهادو امور اللي كما قلت لك كتزيد نتيا من الرقي ديالك وكتخلي الشكل ديالك لائق، وكتقدري تسيطري على الجلسه كلها اللي كاينه في الصالون ديالك في الدار ديالك. ما كتخليش ان الناس كيبقاو جالسين محرجين شكون هذيك السيده شكون هذاك الراجل، لا ملي انت من الاول كتقدميهم لبعضهم من الاول كيقدروا انهم يهضروا مع بعضياتهم. ملي كيدخلوا الضياف ديالك الا كانوا معاهم وليدات صغار وحتى نتيا عندك وليدات، ممكن انك تقترحي على الوليدات الصغار انهم يمشيو يلعبوا مع وليداتك في بيتهم، ولا تكوني من الاول مخصصه لهم واحد المكان فين غادي يجلسوا، باش هاد الحاله غادي يولي الناس الكبار جالسين مرتاحين، والوليدات الصغار حتى هما غادي يستمتعوا الوقت ديالهم في الضيافه ديالك. من بعد ما كيوصلوا الضياف كلهم وكيجلسوا كلهم في الصالون ديالك ولا في المكان المخصص ديالهم، من بعد 10 ديال الدقائق تقريبا خصك تبداي انك تضيفيهم. اول حاجه كنضيفوا بها الضيافه ديالنا وهي المشروبات البارده. هذه نقطه مهمه جدا انك تجيبي لهم شي حاجه بارده في الاول. كيف معروف حتى في العالم كامله في اي مكان كتكوني فيه تيقدموا لك واحد المشروب بارد، ممكن يكون عصير انت اللي جبتيه من برا، ممكن يكون اي نوع من انواع العصائر اللي صوبتيهم ولا اللي شريتيهم، المهم انه يكون مشروب بارد. وهذه حتى هي شي حاجه اللي عندنا حنا قديمه في التقاليد ديالنا المغربيه، اللي هي اننا كنقدموا الحليب بارد للضياف ديالنا. فانت غيكون عندك جوج ديال الاختيارات، يا اما غادي تقدمي العصير، اما الا كانت عندك شي مناسبه كبيره اللي تستدعي انك ديري التمر والحليب فهي غتكون شي حاجه زوينه بزاف. غديري كويسات صغار ديال الحليب معهم انقطاع ديال المزهر وتميرات وتقدميهم للضياف ديالك. ولكن في هذه الحاله العصير كيتقدم للناس ملي كيكونوا جلسوا في الصالون، ولكن التمر والحليب كيتقدم من الدخله ديال الباب. يعني في الدخله ديال الصالون كتكوني موجده البلاطو ديالك ولا موجده كيفاش غادي تقدمي التمر والحليب وكتعطيهم لهم قبل ما كيجلسوا، وكيجي مباشره من المرحله ديال المزهر اللي قلنا. ملي كتكوني كتجيبي العصير ديالك ضروري ومهم ايضا انك غادي تجيبي البلاطو ديال الماء. غادي تجيبي البلاطو اللي غادي يكون من الكيسان ديال الدجاج، غادي يكون ما غتجيبيش القرعه ديال البلاستيك طبعا، تجيبي واحد لاكاراف ولا واحد الداس كبير، ولا غتجيبي شي حاجه كبيره ديال الدجاج اللي فيها الماء والكيسان الكافيين للناس اللي واجدين عندك في الدار. وهذا البلاطو ديال الماء كيبقى محطوط فوق الطبله ملي كيدخلوا الضياف حتى كيمشيو يخرجوا. الماء ما خصوش يتحيد من قدام الضياف ابدا. مهم جدا انك عمرك ما تسولي الضيافه ديالك واش تشربي شي حاجه، خصوصا ملي كيكونوا جاو على غفله. هادو ماشي الضياف ديال العراضه، كيكون مثلا يدخل عندك شي واحد على غفله وتقول لي باش نوجد لك شي حاجه، حشومه وعيب، وهذه شي حاجه كتدل على البخل ديالك. خصك ضروري مباشره انت توجهي للمطبخ ديالك وتقدمي ليه الضيافه ديالو. عمرنا ما كنسولوه واش بغى يشرب ولا ما بغاش يشرب، ولكن تقدري انك تسوليه واش بغيتي قهوه ولا اتاي، واش بغيتي حاجه بارده ولا حاجه سخونه. ممكن تعطيه اختيارات ولكن ما كنسولوش واش بغا ولا ما بغاش. من بعد فاش شربوا العصير ديالهم كنمشيو نجيبوا يا القهوه يا اتاي، كنجيبوهم بجوج حسب المناسبه اللي عندك، حسب التقاليد ديالك، حسب المكان اللي انت كاينه فيه. كما قلنا يا اما تجيبي هذا يا اما تجيبي هذا، او ممكن انك تجيبيهم بجوج. ولكن مهم بزاف انه الا جبتي قهوه واتاي انه يكون البلاطو ديال القهوه بوحدو ويكون البلاطو ديال الاتاي بوحدو، باش ما يكونش الفناجين ولا الكيسان ديالهم مختلطين. طبعا كتعرفوا انه الكيسان ديال القهوه ماشي هما الكيسان ديال الاتاي. من بعد فاش كتضيفي ضيافك سواء اتاي سواء عصير سواء قهوه، مهم جدا انك تاخذي الكاس ديالك حتى انت. الضياف ديالك ما جايينش باش يشربوا ويمشيو، ولا جايين باش ياكلوا ويمشيو، ولا جايين باش يجلسوا معاك باش يهضروا معاك باش دوزوا واحد الوقت كلكم مجموعين. فعمرك ما تنسي انه حتى نتيا كيف قدمتي اي حاجه قدمتيها للضياف ديالك حتى نتيا تاخذي منها، او لسبب من الاسباب ما قدرتيش تشربي معاهم ضروري تهزي ولو كاس ديال الماء وتبقاي جالسه به قدام ضيافك.
الا كنتي وجدتي اتاي والشاي المغربي اللي طبعا ما كيخطا حتى شي دار مغربيه، وانا متاكده اي وحده فيكم كانت مغربيه في جميع المناسبات ضروري غيكون البلاطو ديال اتاي. ومن بعد كنزيدوا عليه وحدين حويجات وحدين اخرين، ولكن البلاطو ديال اتاي هذا هو الرئيسي ديال الضيافه المغربيه ديالنا. من الحوايج اللي خصنا حتى هما ننتبهوا ليهم اننا ملي كنخبيو اتاي للضياف ديالنا عمرنا ما كنعمروا الكاس حتى الاخر. التقاليد والطقوس ديال الشاي المغربي اننا كنعمروا الكاس غير النص، وهذا كيعني انه الضيف ديالك كل ما شرب غادي تزيدي ليه واحد شويه، وكل ما شرب غادي تزيدي ليه واحد شويه، وباش دوزوا واحد الوقت طويل مع بعضكم. كيقولوا شحال هادي انه الا جا عندك الضيف وعمرتي ليه الكاس حتى كملتي العماره ديال الكاس ديالك، بحال كتقول ليه شرب كاسك وسير في حالك. فضروري انكم تنتبهوا على هذه التفاصيل الصغيره اللي كتحافظ على الثقافه ديالنا المغربيه. بالنسبه للحوارات والهضره اللي كتكون، عمرك ما تنسي بانك انتيا اللي مترأسه الجلسه كلها. ديما عينك على جميع الامور، على جميع التفاصيل اللي كاينه. الا شفتي كاين واحد شويه ديال السكات، انتيا اللي خصك تهضري، انتيا اللي خصك تجبدي المواضيع، انت اللي غتخلي كل شيء يشارك. الا واحد ما هضرش هو اللي خصك تسولي، ما تخليش غير واحد الشخص هو اللي كيهضر. ما تكونيش غير انتيا اللي كتهضري على راسك وعلى الانجازات ديالك ولا على المشاكل ديالك. لا، الضياف جاو باش هما اللي يهضروا، باش انتيا اللي تسمعي ليهم وانتيا اللي تسيري الجلسه كلها. الا كانوا ضيافنا غادي يجلسوا يتغداو معنا ولا يتعشاو معنا، ملي كيوصل الوقت كتجي نتيا اللي كتنوضيهم وتعرضي عليهم الطاوله ديال الاكل اللي ضروري انها من قبل تكون واجده بجميع التفاصيل ديالها، جميع الادوات ديالها، جميع المواعن اللي غادي تقدري تحتاجيهم، يعني الطبيسلات، الكيسان. مهم ايضا ان لي طوكشو اللي غادي يكونوا في الطبله، لي سيرفيات اللي غتستعملي ما يكونوش ديال الورق، ضروري انهم يكونوا ديال الثوب. هذه شي حاجه اللي كتكون كتزيد واحد الرقي للطبيله ديالك. مهم جدا انه ما تكونيش حاطه واحد العناب ديال البلاستيك فوق الطبله، من الافضل انها تكون واحد العناب ديال الثوب، ولا ما تكونش فيها العناب نهائيا. كاينين دابا الطبالي اللي كيكونوا ديال الدجاج ولا اللي كيكونوا تبارك الله غزالين، ما كيبغيش الواحد انه يغطيهم. ولكن الا اضطريتي انك تغطي الطبله ديالك، مهم جدا انك تغطيها بشي حاجه ديال الثوب ماشي ديال البلاستيك. بالنسبه للاكل ما تنسيش ان الضياف ديالك جايين باش يجلسوا معك، ماشي جايين غير باش ياكلوا. كنعرف بلا تبارك الله كل واحد كيدير اكثر من جهده باش انه يوجد للضياف ديالو احلى الاطباق واشهى الماكولات، ولكن عمرك ما تكلفي راسك وما ديري شي حاجه اللي اكثر من القياس ديالك، لانه ماشي هادشي اللي غادي يزيد في القيمه ديالك. الضياف بصح غتبغي ترحبي بهم، ولكن عمرك ما تكلفي اكثر من القياس ديالك. وكيف كيقول المثل المغربي، الضيف ما يتشرط ومول الدار ما يتكلف، واللي اصلا ما قبلش عليك بالقليل ما غيقبلش عليك بالكثير. زائد حاجه واحده اخرى، ملي كتحطي الاكل ديالك ما تكثريش من الهضره ديال كل هادي زيد هادي خذ هادي. الترحيب حتى هو عنده الاصول ديالو، كنرحبوا بالضيف مره ولا جوج فقط. هذيك كثره الهضره ماشي هادشي هو اللي غادي يرحب بالضيف ديالك، بالعكس ممكن انه يخليه محرج، كانك مراقبه بزاف شنو كياكل وشنو ما كياكلش. قلنا غادي نرحبوا به مره واحده ولا جوج المرات فقط. واهم حاجه عمرك ما تقللي من راسك وتطيحي من قيمتك وتبقاي واسمحوا لينا وتعاوديها واسمحوا لنا وغي قبلوا علينا وغي هادشي. لا، انت من الصباح ولا من البارح وانت كتوجدي وانت كطيبي وانت كتقضي في دارك وانت كترحبي في ضيافك، فعلاش غادي تمسكني وبحال ما درتي والو؟ خليكي تايقه في راسك. داكشي اللي وجدتي ليهم هو اللي قدرتي عليه، واللي جا عندك يقبل باللي كاين وباللي قسم الله، وعمرك ما تمسكني. من بعد فاش كيساليو الماكله في التقليد المغربي ديالنا القديم واللي هادي اكيد خفافت بزاف وقلالت بزاف وبزاف الناس ما بقاوش كيستعملوها، وهي الطاس المغربي اللي كنجيبوا للناس اللي عندهم باش يغسلوا يديهم. عارفه بان هادي ما بقاتش بزاف، كاينين الناس اللي مازال كيديروها، كاين الناس اللي ما كيديروهاش. شخصيا ما كنفضلهاش بزاف، يعني انا في داري ما كنقدمهاش لضيافي وما عنديش، ولكن كنحترم اي واحد باغي يحافظ على التقاليد المغربيه ديالنا ومازال كيستعملها. ولكن كاينين طرق ايضا اللي هي عصريه اللي ممكن اننا نقدموها للضياف ديالنا، بحال لي لانجيت اللي كيكونوا كومبريسي، راكم شفتوهم معايا بزاف ديال المرات، انا هما اللي كنستعمل. كنحطوا فوق منهم شويه ديال الماء ودائما مع انقطاع ديال المزهر، وكنقدموهم للضياف يمسحوا بهم يديهم. وممكن ايضا غير لي طوبشون ديال الثوب الا كاينين عندنا شي وحيدين صغيورين زوينين، خصوصا الا مطرزين ولا الا فيهم واحد الشكل زوين، حتى هما نديهم واحد شويه، نديروا فيهم واحد النقيطه ديال الماء، نديروا فيهم واحد النقيطه ديال المزهر، ونحطوهم قدام الضياف ديالنا باش يمسحوا بهم يديهم.
المناسبه وعلى حساب النوع ديال الضياف اللي كاينين عندنا. بعض المرات كيكون الضياف اللي غادي يباتوا عندنا واللي غادي يدوزوا عندنا يا اما ليله او ايام اكثر، فبهذه الحاله طبعا كنكونوا عارفين من قبل النوع ديال الضياف اللي غادي يجيو واش غادي يباتوا عندنا. الا كانوا غادي يدوزوا واحد الليله ولا اكثر عندنا في الدار، مهم جدا انه المكان ديالهم يكون من الاول جاهز. يعني الا عندك واحد الغرفه زايده في الدار تقدري توجديها كامله لهذا الضيف، ولا واحد الكوان، مهم انت على حسب دارك غادي تعرفي هذا السيد ولا هذه السيده ولا هاد الناس فين غادي ينعسوا. تكوني مهم بزاف انك توجديها من قبل. كنوجدوا الفراش، كنوجدوا الوسيدات، كنوجدوا الحويجات باش غادي يتغطاو. ممكن انك ترشي لهم شويه ديال العطر، يا اما من العطر ديالك يا اما من العطر ديال راجلك حسب واش المراه ولا راجل. كنرشوا شويه ديال العطر فوق الوساده، فوق الغطاء ديالهم. الا كنتي غتخصصي لهم واحد البيت اللي غادي يجلسوا فيها، فما توفري لهم جميع المستلزمات اللي غادي يقدروا يحتاجوهم في هذه الوقيته اللي غيجلسوا عندك في الدار. اهمهم الماء، ضروري تخلي لهم الماء مع الكويسات حسب العدد ديال الاشخاص اللي كاينين. تخلي لهم واحد المشايت اللي يلبسوهم في الدار اللي يقدروا يخرجوا بهم للحمام ولا يتحركوا فيهم في الدار. تخلي لهم دي سيرفيات فوطات، من الافضل يكونوا فوطات بيضين الا بغاو يمشيو للحمام كما قلنا ولا يغسلوا يديهم. انا عارفه انهم الضياف ملي كيجيو كيكونوا جايبين معاهم الاغراض ديالهم كلها، ولكن فاش كيلقاو كنتي انك مفكراهم وموجده لهم هذا الشيء من قبل، كيزيد من كيبين على الاهتمام ديالك بالضيوف ديالك. وما تنسيش ايضا تحط لهم واحد الطباسيل في هذيك البيت اللي غيجلسوا فيها، يكون فيه شوكولا، يكون فيه تميرات، يكونوا فيه مكسرات، شي حاجه ديال الماكله اللي يقدروا يستعملوها. ضروري انك تنبهي على وليداتك ولا على اي واحد كاين في الدار انه في المده ديال الاقامه ديال الضيف هذاك المكان ولا مخصص لهم. حتى شي واحد ما غيمشي يحل الباب، حتى شي واحد ما غادي يمشي يدق عليهم. كتولي هذه المنطقه محظوره على الوليدات الصغار ولا على الناس اللي كاينين في الدار. ومن بعد بالتقاليد ولا بالامور اللي كنديروها ملي كيكون الضيف بيت عندنا ليله ولا اكثر، هو النهار فاش كيبغي يمشي بحالو. من الطقوس ديالنا اننا كنقدموا ليه واحد الكادو، كنعطيوه شي هديه اللي كتكون رمزيه، ماشي شي هديه اللي كتكون باهظه الثمن ولا اللي كتكون غاليه. هي كتكون شي حاجه بسيطه اللي كنقدموها ليه كسوفونير على الاقامه ديالو عندنا. ما عرفتش هذه القضيه واش كيديروها جميع الناس في المغرب ولا لا، ولكن انا هذه شي حاجه اللي تعودت عليها واللي ولفتها صراحه عند ماما. دائما فاش كيجيو عندنا الضياف دائما كتكون مخليه واحد الكادو اللي كتعطي لهم قبل ما يمشي. ولا كاينين في بعض المناطق انه خصوصا ملي كيكونوا سيدات هما اللي جالسين عندنا في الدار، ملي كيبغيو يمشيو كنقشوا لهم النقش ديال الحنه. كنجيبوا النقاشه للدار وكنديروا لهم كي كنقولوا حنا الفال ديال الحنه. كيمشيو من عندنا بواحد السوفونير باليدات ديالهم منقوشين، وكياخذوا واحد التجربه اللي ما غاديش ينساوها. وصافي ضيافك كلاو وشربوا ضحكوا دوزوا وقت زوين معاك ومع عائلتك وبغاو يمشيو. ملي كيوقفوا ضروري انك كتوقفي معاهم. ملي كيكونوا كيوجدوا راسهم توجدي معاهم كلشي. ملي غيبغيو يلبسوا مثلا شي مونطو ولا شي فيست غادي تجيبيهم اللي تكوني خديتيهم من الاول فاش يلاه وصلوا مشيتي علقتيهم في شي بلاصه مناسبه. غتجيبي لهم الحويجات ديالهم، غتنتبهي معاهم واش ما نساو التليفون، ما نساوش السوارت ديالهم، وغادي تمشي معاهم طبعا حتى لقدام الباب. الى هذا الضياف ديالك كتعرفي انهم عندهم وليدات صغار ولا عندهم شي واحد حتى هو كان معروض وما قدرش يجي لسبب من الاسباب، مهم جدا انك توجدي ليه واحد الطبيسيل ديالو من الضيافه ديالك اللي درتي. الا كانوا حلويات ولا الا كانت ماكله ولا على حسب انت شنو كنتي وجدتي هذاك النهار وداك الضيف ما قدرش يجي، كتوجدي ليه واحد الطبيسيل وكتعطيه للناس ديالك باش ياخذوه معاهم. وما تنسايش طبعا ملي يكونوا الضياف ديالك خارجين غادي تشكريهم على الزياره ديالهم وانهم لباو الدعوه ديالك. وصلت معكم للاخر ديال الفيديو. ما تنسوش تعطوني الراي ديالكم في التعاليق وتقولوا لي شنو هما الحويجات اللي كديروهم حتى نتوما ملي كتكون عندكم شي ضيافه ولا الا عندكم شي تقاليد في بلادكم ولا في مدينتكم. نتلاقى معكم انا في فيديو اخر جديد ان شاء الله. الى اللقاء.